عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين اليوم معانا طريقة الشاورما الدجاج، حلوة مرة وتعجبكم ان شاء الله، سهلة. معانا هنا دجاج مقطع جاهز ومغسل تماما، قدو جاهز. بس اللهم انني دخلته الفريزر، عملته بالليل ودخلته الفريزر والصباح خرجته. هنا معانا زبادي وثوم وزيت زيتون وخل وليمون. وهنا معانا البهارات معانا بهارات كثيرة، الذي هي قرفة، زنجبيل، كاري. معانا كله بحط لكم هو بصندوق الوصف. هنا حركنا كل حاجة وبنعمل هذه لمدة ساعتين. بن بندخلها بالتتبيلة لمدة ساعتين أو ليلة كاملة. طبعا أنا دخلتوها ليلة كاملة عشان يطلع الطعم أحلى ومعزز بالبهارات، ويكون فعلا طعمه شاورما. وفعلا طلع الطعم نفس الشاورما الذي يبيعوها بالسوق، يعني بالمطاعم. هنا طبعا لأن شوية باردة اضطريت انني البس جوانتي وادخل التتبيلة تمام، في افكفكه وادخل التتبيلة تمام فيها. هذا في اليوم الاول بالليل، لانني غسلته بالصباح وسبتيني غلطت بالبداية. اني غسلته بالصباح ودخلت الفريزر لحد الليل. الآن ثاني يوم بنعمل هذه الخلطة كاملة مع الدجاج ببايركس وندخله الفرن الفوقاني. بنولع الشعلة الذي فوق وبنخليها تتحمر، ونكون نقلب ما بين الفترة وفترة علشان يكون ناشف جدا. طبعا أنا جربتوها بالطاوة وشفت إنه يعني تخرج ماء كثير ويروح الطعم، ما يكونش يعني زي ما تعمليها بالفرن تكون فعلا طعمه شاورما. والطريقتين حلوات، بس أنا حبيت هذه الطريقة. أفرده تمام بالبايركس وأعمله بالشبكة الوسط، وأولع الذي فوق وأشغل، وبعد كذا نجلس نقلب كل شوية. هنا بعد ما فردناها تمام بالملعقة، وبعد كده طبعا مع التقليب المستمر. ما بصور لكم إلا مرة واحدة، لأنه مش معقول أصور لكم كل السنة، بياخذ وقت طويل. شوفوا هذه أول تقليبة، شوفوا كيف يتحمر برغم إنه من فوق بس. خلاص هنا بنزيد تحميرة واحدة. لا، هذه آخر تحميرة ما قبل الأخيرة، لأنني أقلب كل شوية كل شوية. بس شوفوا كيف ناشفة، ناشفة جدا ومتحمرة حلو. باقي لها حاجة بسيطة بس. ونرجعها للفرن. الآن بنعمل مخلل الخيار السريع، الذي هو طبعا هذا خيار وخل. بنضيف له بس نص كوب ماء وملح وسماق، ونعمل نفوره على النار. نحطه على النار حق 5 دقائق ونطفي تحته ونغطيه ونسيبه كده لوقت ما نجهز السندوتشات. طبعا بحط لكم الفيديو حق الخبز الشاورما بعد هذا الفيديو، علشان هو متعلق في بعض، عشان لما تجوا تعملوا الشاورما تكونوا عارفين خبز الشاورما العربي. خلاص هنا بنغطيه. هنا كل حاجة جاهزة، قلينا البطاط، جهزنا الشاورما، عملنا الثومية، عملنا السلطة، الخس والخيار. حاجة اختيارية هذه، انت الذي تحددي ايش الذي تعمليه داخل السندوتش. اول حاجة بعمل الثومية، وفي ناس يحبوها بالطحينة وهذا، بس نحن نحبها بالثومية اكثر. الثومية طبعا قد عملتها قبل كذا بفيديو المشكشك، لو حابين الطريقة ترجعوا له الفيديو المشكشك. هنا بنحط الدجاج، دجاج الشاورما. الكمية طبعا برضو حسب رغبتك انتي، كم ما تشتي. يعني حابة انه تكون بس شاورما وبطاط، حابة تكون، يعني انتي الذي تحددي هذا الشيء. صراحة سندوتشات حلوة جدا، يعني أحلى مما تعمليها بالعيش اللبناني. أحس إنه أثقل، هذا خفيف وبعدين تحمريه ويكون مقرمش. نفس لما تجي تطلبي بالمطعم عربي الذي يجي جاهز، نفسه يعني الخبز العربي ما فيش أحلى منه. أو هذا
الخبز الشرك يسموه. عملت هنا فلفل أخضر بارد، وعملت خس وخيار وبصل للمحبين البصل طبعا، وهنا شطة ما كثرتش عشان الذي يحب أكثر يضيف بنفسه. بعدين نلفه نحطه على جنب عشان نعمل الثاني، بعدين نعمله مرة واحدة بالطاوة أو الجريل. شوفوا كيف خفيف الخبز. إن شاء الله بتشوفوه بالفيديو الذي بعد هذا الفيديو، وإن شاء الله يعجبكم. هنا السندوتش الثاني برضو جهز، بس نلفه نفس الطريقة عملناه. خلاص هنا جهز، ونعمله بالجريل. نعمل مسحة بالمنديل بالزيت، يعني انتي حابة الزيت يكون كثير، بس انا ما احبوش، عملت بالمنديل بس، واخليه لحد ما يتحمر. خلاص هنا قد جاهز، وبألف عافية للي بيجربه واللي طعمه. وإن شاء الله لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.